والدراسات الاجتماعية هيقدم لنا النهاردة ويتكلم عن يوم الشهيد. طبعا يوم الشهيد ده يوم جليل في حياة القوات المسلحة والشرطة، ويوم جميل ان شاء الله، ويوم طبعا 9 مارس. اتفضل يا استاذ صبري. شكرا استاذ هاني. النهارده اولا بعد الترحيب بمديرنا الفاضل وزملائي اعضاء هيئة التدريس الكرام، تحية طيبة وكل عام وحضراتكم بخير. اليوم سوف ألقي لكم كلمة جميلة عن يوم الشهيد، يوم الحب، الانتماء، التضحية، حب هذا الوطن، الانتماء لهذا الوطن، التضحية من أجل هذا الوطن. يوم الشهيد، يوم 9 مارس، تحتفل مصرنا قيادة وشعبا كل عام بهذا اليوم العظيم. وتاريخنا العظيم مليء بالشخصيات العظيمة التي ضحت بحياتها فداء لهذا الوطن العظيم. سوف اختار لكم شخصية ومن خلالها سوف تستنتج اعزائي الطلبة والطالبات قيمة هذا اليوم ولماذا يوم 9 مارس بالذات. يعني اولا شخصية اليوم وهي شخصية الفريق عبد المنعم رياض. لك عزيزي الطالب ان تعتز بهذه الشخصية العظيمة، حيث ولد القائد عبد المنعم رياض في قرية سبربي مركز طنطا محافظة الغربية. ولنا الاعتزاز والفخر ان هذا القائد العظيم في محافظتنا محافظة الغربية، وهذا فخر عظيم. اولا سوف اتحدث عن حياة هذا البطل العظيم. اولا ولد الزعيم او القائد عبد المنعم رياض في عام 1919، ثم التحق بكتاب القرية والازهر الشريف الى ان اصبح يافعا ودخل الكلية الحربية، وكان من الاصدقاء المقربين الى الزعيم جمال عبد الناصر. واتصف القائد عبد المنعم رياض بحسن الخلق، الذكاء الشديد، لذلك اختاره الزعيم جمال عبد الناصر الى انضمام الى تنظيم الضباط الاحرار، والى ان التحق بتنظيم الضباط الاحرار عام 1952 قبل بلاء حسنا في ثورة 1952، مشاركا الزعماء جمال عبد الناصر وغيرهم من زعمائنا الوطنيين. وهذا يدل على نبغه وشطارته وحسن خلقه. ثم بعد ان اصبح قائدا في الجيش، ارسله الزعيم جمال عبد الناصر الى الاتحاد السوفيتي روسيا حاليا لاخذ دورة تدريبية للحفاظ على التكتيكات والاستراتيجيات الحربية، وقبل بلاء حسنا الى ان تجاوزها، ولقب في ذلك العصر بالنسر الذهبي نظرا لبراعته وذكائه الشديد. وهذا يدل على اهمية هذه الشخصية عبد المنعم رياض. بعد ذلك اصبحت مصر في الفترة من 1952 لعام 1967 حصلت هزيمة سيناء، وكان القائد عظيم في معركة 1967 ومن احد المخططين لتدمير خط بارليف. تمام كده. اول حاجة يا اولاد، عندما اتت الهزيمة لم ينسحب الزعيم عبد المنعم رياض، وكان من المخططين لتدمير من فرق تدمير خط بارليف، واصبح قائدا عظيما. وفي احد الايام وهو 9 مارس اعزائي الطلبة والطالبات، قام الفريق عبد المنعم رياض قائد الجيش بجولة في سيناء لتفقد جنوده بنفسه، الى ان اصبح قوات الغدر الاسرائيلية في 9 مارس مقابلا بالشظايا مضحيا بنفسه فداء لهذا الوطن. ومن خلال هذا اعزائي الطلبة والطالبات نفتخر بهذا اليوم، وهو استشهاد الزعيم القائد عبد المنعم رياض. والى اللقاء اخر الى شخصيات من زعمائنا الوطنيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.